أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم اغفر لكل من قال لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحبايب بوكس تو بوكس هشام البغدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. اوعى تنسى اللايك والشير، انا شايف انكم مطنشيني قوي في اللايك والشير، بقالي يومين غايب. انقذونا اغيثونا. صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم انصر إخواننا وامدهم بمدد من عندك، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك وأعداء الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. التحرك ضد التيك توكر شيء جميل، السعي ورا الرزق مطلوب وحاجة محترمة، لكن لازم يكون سعي شريف محترم تتقي الله فيه، مش بالعري والإباحية والأسلوب المتدني اللي احنا شايفينه. يعني أنا مبسوط من الحركة ضد التيك توكر اللي هم يعني بصراحة بقت حاجة غريبة، وأسلوب بلطجة وكلها فيديوهات لا إما قلة أدب لا إما بلطجية. يعني الشعب المصري كده كله، يعني انتوا بتمثلوا ان الشعب المصري كله كده. الحمد لله ان هم هيتخذوا موقف. نيجي بقى للحلقة بتاعتنا، وندم شديد جدا جدا لإمام عاشور. واخد 3 جوائز بس او 4 جوائز. واخد احسن لاعب في مصر، واحسن خط نص، وهداف الدوري، وكاس اكتر واحد نهشوا فقول ايه في عظمه، اكتر واحد الاعلام نهش في عظمه. لكن طبعا هو لسه ما وصلش لربع مستواه في الزمالك بصراحه. يعني ده ما خدش في الاهلي غير دوري، كاس سوبر، انتر كونتيننتال، لعب كاس عالم، خد برونزيه، يعني شويه بطولات كده كان بياخدهم في الزمالك كل اسبوع. ما بتتكسفوش على دمكم. الراجل ندمان ندم السنين. يعني واحد زي عبد الشافي صادي يقول لك الاهلي اعلن الاستغناء عن امام عاشور. انت نايم ولا صاحي ولا معانا ولا مع الناس التانيين؟ عشان نفهم. يعني جوائز الاهلي 9 جوائز. حتى في الجوائز الزمالك خد المركز الثالث. حتى في الجوائز يعني الاهلي ثم بيراميدز ثم الزمالك. ويجي واحد مغفل من المغفلين اللي بيطلعوا علينا يعني، ومن اعلاميهم يجي يقول لك ايه؟ ما خدش مكانه. لا، نادي الزمالك ده شخصية ونادي عظيم وتاريخ وجمهور انت عايش في التاريخ. احنا بنتكلم دلوقتي، بتتكلم على ماضي، احنا بنتكلم على الحاضر. واحد زي جمال عبد الحميد يجي يقول لك اللي خد مكانه الاهلي، خد مكان الاهلي. ليه؟ لانه خد ابطال الدوري. مش الاهلي متعود ان هو بياخد ابطال الدوري على طول؟ دلوقتي بقى متعود. طب ما احنا بناخدها سنتين وبنسيبها سنه. ما خدتهاش انت ليه؟ ما دخلتش مكانه ليه؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده انتوا في كل حاجه بقيتوا التالت، ويا عالم السنه دي هتبقوا التالت ولا العاشر. يعني ده في علم الغيب. يعني ده حتى الغندور يا جماعه ما بيسيبش فرصه اللي يثبت فيها غله وحقده وكرهه ويعني قرفه. انسان مقرف، انسان غبي غباوه. طالع يقول لك ايه؟ كنت اتوقع ان رئيس نادي بيراميدز ممدوح عيد ياخد احسن رئيس نادي في مصر هذا الموسم، لانه واخد اكبر بطولة قارية اللي هي ابطال الدوري. انت جاب لك شخصية وراجل وقد كلمتك، ولا اساسا انت واد فيستك؟ ياض احترم سنك، انت مش صغير. ما تقولش كلام يقل منك. انت مش قلت قبل كده ابطال الدوري دي فيستك والدوري احسن منها؟ بقت دلوقتي اعظم بطولة قارية. انت ما عندكش مبدأ. يعني خدوا بطولة، والاهلي اللي واخد الدوري
وكاس السوبر المصري واخد انتر كونتيننتال ولعب في كاس العالم، الاربع بطولات دول مش عاجبينك؟ مش عاجبينك صح؟ لا ازاي؟ انت لازم تطلع تقول اي حاجه كده مقرفه تخلينا نجيب اللي في بطننا، لا مؤاخذه يعني. بصراحه انت بقيت انسان مقرف، لا عندك مبدأ ولا عندك رجوله ولا عندك شخصيه ولا عندك ضمير، ما عندكش ريحته. بصراحه انت انسان بلا ضمير، انك مره تطلع تقول الدوري مش عارف ايه، اصل ابطال الدوري ما فيهاش فرق قويه، الدوري المصري اقوى منها، وانت بتطلع حصاله. دلوقتي بقى ازاي؟ ده بيراميدز خدها تبقى اعظم بطوله قاريه. لا مبدأ، رجل بلا مبدأ. كان في فرح في فندق الزمالك مقيم فيه، يعني عامل معسكر فيه، فالناس عماله تقول زيزو 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 زيزو. عبد الله السعيد اتقمص، زعل، راجل طول عمره زملكاوي. وجون ادوارد بكل بجاحه انا لو من اهل العريس هقول لك، لو من اهل العريس يعني هقول لحضرتك انت مال امك، معلش يعني بصراحه، انك عايز تخش تشوف البطاقه بتاعه العريس اللي هو اسمه زياد وبيدلعوه بيقولوا زيزو لان ابوه اهلاوي وهو مشجع اهلاوي، وكان بيقول له زيزو تفاؤلا بعبد العزيز عبد الشافي، ملوش دعوه بزيزو خالص. فانت من بجاحتك انت دخلت نادي البجاحه فهتبقى بجح؟ ما كنت قاعد هناك محترم ومؤدب، هتيجي بقى تتنطط عايز بطاقه العريس؟ اقسم بالله انا لو مكان والد العريس كنت مسحت بيك التروتوار. بأمرت ايه؟ انت مالك انت؟ قالوا زيزو على زيزو يا عم، ايه البجاحه دي؟ ده حاجه غريبه والله العظيم. انتوا بتخشوا النادي ده اللي ملوش صوت يتنطط، ملوش صوت يتنطط. طلع مدرب نادي بروكسي بعد المباراه بعد ما روقوا الزمالك، قال لك احنا كنا مسيطرين على المباراه والزمالك ظهر على فترات ضعيفه، احنا اول 10 دقايق جبنا هدف. واتكلم على الصفقات ان الصفقات دي يعني حتى اللاعب المغربي مش هيكون قد طموحات جمهور الزمالك. ما قالش حاجه غلط، قال اللي كل الزملكاويه عارفينه، كل الزملكاويه عارفين ان دي صفقات كلها فيستك. ازاي بقى؟ ازاي؟ احمد عبد الحليم بيقول له انت ما تتكلمش، احنا بنجرب فيك، وبان انتمائك على اساس ان هو اهلاوي يعني. وطارق يحيى بتاع امك تقرب لك ايه بيقول له ازاي والصفقات وانت ازاي تتكلم وبتاع، وبيتنطط. اللي جايب حفيد عبد الحكيم عامر ويقول له تعرف جدك انت يا طارق خلاص يعني جامد يعني. طلع النهارده الراجل في تصريحات في الراديو قال لك انا مستغرب من رد الفعل اللي هم عملوه، واولا انا زملكاوي وعيلتي كلها زملكاويه، لكن بص لصفقات الزمالك وبص لصفقات الاهلي معاه صفقات كلها جباره. انا خايف على فريقي، انا زعلان على فريقي. الراجل بيتكلم من مبدأ ان هو زعلان على الزمالك، لكن هم بيحبوا المنافق، نافق كده على طول. اي واحد زملكاوي ينجح، اي واحد زي طه عزت اللي طالع مع الاخ سيف زاهر، بيسأله سيف زاهر سؤال برضه خبيث يعني، بيقول له هو الدوري لسه معلق؟ طب انت بتسأله ليه يعني ده الخبير الارتوازي بتاع اللوائح، يعني هو بيفهم في اللوائح؟ ده اللوائح كان عاملها بلوظه، يعني اللوائح والعقوبات كان نفع نفسه، ده كان عاملها بلوظه عشان الزمالك يتوه في المواضيع وما يتعاقبش. بتسأله على ايه؟ فهو يرد بقى ان معلقه واحنا هننفذ الحكم اللي هيطلع من المحكمه الدوليه. انت بتتكلم يا ابني بناء على ايه؟ انت ليك وضع في الموضوع ده؟ اذا كان رئيس الرابطه طلع مع لميس الحديدي لما بتساله عن ان الاهلي خد البطوله وبيراميدز بيحتفل، قال له يمكن بيحتفلوا عشان هم يعني عملوا انجاز ان هم الدوري كان واصل لحد اخر مباراه.
قالت له يعني الدوري للاهلي؟ قال لها اه طبعا الدوري اهلاوي. رئيس الرابطه وانت واحد شغال عنده تطلع تقول لي هننفذ؟ لازم تظهر زملكاويتك الغبيه. هو انت ايه شغال للزمالك ولا المفروض الرابطه دي للانديه؟ ده حاجه ما تخصكش، المفروض انك انت ترد بحياديه، لكن انت جواك غل وحقد وهم جايبينك بسبب الغل والحقد. ما هو اذا ما كنتش زملكاوي ما تتعينش في اي منصب. هو كده، هي كده مصوغات التعيين، سواء اتحاد سواء رابطه سواء اي نصيبه سوداء على دماغهم لازم تبقى زملكاوي. انتقال وسام لطرابزون التركي، وسام مش عارف يتأيد زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو بتاع الصبح ان في عندهم ليميت معين، والليميت ده واخده 3 لاعبين لازم واحد يطلع، فهيروح طرابزون التركي. يعني كلام الواد العبيط اللي هو اسمه وطني ان العيله ومش العيله وبتاع كلهم عايزين يروح امريكا عشان الباسبور، اصل هو شحات يا عين، كله كذب. وطالع بكل بجاحه النهارده بيهدد عينك، بيقول لك الاهلي ما يعرفش ان عنده لعيبه كتيره قوي انا واكلهم، وكده كده هشتغل معاهم، وكده كده هتعرفوا ان في عروض جايه لامام. طب خلاص هات العروض بقى، هات العروض بتاعت امام وخده بالعافيه، خده كده قبل ما يمشي ب3 سنين. اصل انت بلطجي راجل قوي، انت ولا تساوي شيء، انت انسان مادي غبي، يعني عايز تستغل الفرصه وخلاص بكل سفاله وقله ادب. انت انسان انتهازي. شكرا لحضراتكم، ويا رب ما تكونش نسيت اخوك في اللايك والشير. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.